هاي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. لو انتوا اول مره تشوفوني ويلكم باك، لو انتوا اوريدي عاملين لي سبسكرايب. اول حاجه عيد فطر سعيد عليكم، وان شاء الله يكون عيد لذيذ، وان شاء الله برضو تكونوا عملتوا حلو في رمضان وقريتوا قرآن وصليتوا، وكان شهر خفيف عليكم ان انتوا تفصلوا من حاجات كتير. كتاب النهارده يا جماعه اللي هنريفيوت هو كتاب انتوا طلبتوه مني وانا وعدتكم ان انا هنزله، ومن اكتر الكتب اللي انا كنت اكسايتد جدا ان انا اقراهم، وبصراحه ما خذلنيش. النهارده احنا هنتكلم على كتاب This is how you heal لبريانا ويست. برضو اللي عارفني عارف ان انا بحب بريانا جدا، وانا I consider بريانا من اكتر الاشخاص اللي سمارت وبجد مجتهدة في موضوع انها توصل السايكولوجي in a modern and easy way، في طريقة حديثة وطريقة سهلة للناس، ومش بس كده، طريقة تناسب المواقف او السيتويشنز او المشاكل المعاصرة العالم دلوقتي بيواجهها من الناحية النفسية. انا هريفيو الكتاب ده النهاردة بطريقة مختلفة شوية، لان بالنسبه لي الكتاب ده هو مش عايزه افور، بس هو مش مجرد كتاب. انا مش شايفاه ككتاب اصلا، انا شايفاه كجايد او دليل يقدر يساعدك في اي ازمه نفسيه انت مريت او بتمر او هتمر بيها. لان انا مقتنعه جدا ان علشان خاطر تعرف تتجاوز اي مشكله نفسيه بتقابلك في حياتك، مهم قوي ان انت تكون فاهم وعندك ادراك بالمشكله دي. وعايزه اقول لكم يا جماعه بجد، المشاكل مهما كانت كبيره او صغيره او باختلاف انواعها، هي بتبقى ماشيه على اسطمبه واحده او بيز واحد. ده من خلال خبرتي الحياتيه وخبرتي في قراءه كتب علم النفس. هحاول ابسطها لكم على قد ما اقدر. احنا لو اتحطينا في مشكله ما، فور اكزامبل انا شغاله في مكان، اوكي، المكان ده انا سني صغير غير زمايلي في الشغل، وزمايلي في الشغل بيضايقوني بسني الصغير ده، وبيبعتولي رسائل بشكل او باخر، من خلال افعال، من خلال هزار، من خلال كلام، من خلال ايا كان، ان انا I'm not capable of doing this job right as them. ما عنديش القدرة ان انا اعمل الشغل ده كويس زيهم، وانا صغيرة، وانا I'm not worth it، وان انا مش بعرف اثبت نفسي وي. Actually لو احنا هنبص على the elephant in the room او على الشكل الكلي، في مشكلة ان الناس دي بتبعت لي الرسائل دي، بس هل هم عندهم القدرة ان هم فعلا يخلوا المشكلة دي تأثر فيا؟ يعني هم عملوا مشكلة، هم قالوا لي حاجات تضايقني، هم بعتوا لي نيجاتيف انرجي، هم قالوا لي رسائل بطريقة مباشرة او غير مباشرة وعايزيني اتضايق، بس هل هم عندهم المفتاح اللي هيخليني اتضايق؟ هل هم هيقدروا يأكتيفيت المشكلة ويخلوها تأثر عليا نفسيا؟ الإجابة هي لا. انت الشخص الوحيد اللي تقدر تقرر هل المشكلة دي going to get activated or disactivated، يعني هل المشكلة دي هي هتقدر تأثر فيك ولا مش هتأثر فيك. انت الشخص الوحيد اللي تقدر تقرر ان اصلا في مشكلة ولا لا. الموضوع كله جواك. ممكن اخد الموضوع ده بطريقة شخصية واتضايق واحطه في نفسيتي، وفعلا اقنع my subconscious mind ان انا مش كويسة، واكمل في الشغل ده ب confidence قليل، بانرجي قليلة، نفس مكسورة، او انا هقف لهم وهقول لهم ان انا am capable of doing this job، مش بالكلام ولكن بالافعال. وساعتها مش هيكون في مشكلة خالص، لان انا اتحكمت في الطريقة اللي انا viewed البروبلم فيها. انا بدل ما ابص للناس دي انهم اكتر مني خبرة فكلامهم ثقة وهم عندهم حق، ان انا فعلا مش شاطرة في ان انا اعمل شغلي زي ما هم بيقولوا ان انا مش هعرف اعمله، لا، انا هبص للناس دي ان هم pathetic، ان هم خايفين مني، ان هم ضعفة، ان هم عندهم مشاكل نفسية. هبص ليهم بنظرة شفقة، وهاخد كلامهم على انه ولا حاجة، وهحوله لانرجي ان انا اشتغل، وبالتالي هكون انا اتحكمت في المشكلة. وهم المسجز او الانرجي اللي عملوها علشان خاطر يخلوا المشكلة دي تحصل كلها وقعت على الارض، لان انا اللي معايا الزرار اني اكتيفيت المشكلة او اديساكتيفيت المشكلة. وده حاجة من الحاجات اللي بريانا بتتحكم فيها. بريانا بتقول في الكتاب ان معظم المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا ما بتتحلش علشان احنا بيبقى عندنا المايند سيت او طريقة التفكير ان انا عايز اغير الشابتر ده، عايز احل المشكلة في الشابتر ده. عارفين كونسبت ان it's a bad day not a bad life؟ هو بالظبط كده.
it's a bad day not a bad life. بدل ما انت تغير طريقة كتابك للشابتر الواحد ده، حاول تغير طريقة نظرتك للكتاب كله، حاول تغير طريقة كتابتك للكتاب كله. لو انت شخص بياخد كل حاجة على اعصابه وبتجت ستريس بسهولة، حاول ان انت تغير نظرتك للحاجات اللي بتعمل لك ستريس دي وما تخليهاش تعمل لك ستريس. حاول ان انت تبص لها من ناحية تانية، او ان انت تشوف حل ليها علشان خاطر ما تعمل لكش ستريس تاني. يعني بمعنى لو انت كلام الناس بيضايقك، انت شخص سنسيتيف بيأثر فيك الكلام بسهولة، حاول ان انت ما تاخدش الكلام بشكل شخصي، او حاول ان انت تقلل قيمة الاشخاص اللي بتقولك الكلام ده، فبالتالي مش هتتأثر بكلامهم قوي. والاهم من البراكتس is knowledge، ان انت تعرف. حاجة تانية بريانا كانت اتكلمت فيها في الكتاب ده هو ساينز. يعني ايه ساينز؟ يعني اشارات. هي كانت بتحط مثلا 10 ساينز علشان تعرف انك ماشي في الطريق الصح. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تكون خايف. تخيل ان انت تكون خايف ان انت تعمل حاجة او ان انت تسعى ورا حاجة، ده اشارة ان انت ماشي في الطريق الصح. في برضو مقولة احنا عارفينها من واحنا صغيرين، يقولك if your dreams are not big enough then they are not good dreams. لو احلامك مش كبيرة، لو احلامك مش بتخوفك، يبقى هي احلام صغيرة واحلام مش كويسة ليك. انت عندك قدرة ان انت تعمل احسن. في برضو اتكلمت عن 10 signs of failure، اتكلمت برضو عن المشاعر السلبية وازاي ان احنا نفهمها، والمشاعر الإيجابية وازاي ان احنا نستغلها، وازاي ان احنا زي ما قلت لكم في اول الفيديو نحول المشاعر السلبية لمشاعر إيجابية تخلينا نتحرك لقدام. اتكلمت كمان عن حاجة سنتمنتال قوي، او بالنسبة لي بصراحة اكتر حاجة اثرت فيا هي الاشخاص، المشاكل اللي ممكن تقابلك مع الاشخاص، من حيث ان انت مثلا لو متعلق بشخص ما ازاي تقدر تتجاوزه. الموضوع ده بصراحة ساعدني جدا. ازاي ممكن تتعامل مع شخص انت بتحبه وهو بطل يحبك، تقريبا ده نفس المعنى. استنى احاول افتكر حاجة تانية، ممكن اغش. بس كده ال3 انواع من خسارة الاشخاص، وايه الدروس المستفادة منهم. يعني هي قسمت ان انت to lose someone as 3 things، وكل نوع المفروض تتعلم منه ايه. باختصار شديد جدا، الكتاب ده is a masterpiece و is a perfect psychological compass، يعني بوصلة نفسية ممتازة او سيكولوجية ممتازة ان انت تذاكره وتفهم وتحاول ان انت تاخد كل المشاعر السلبية او المواقف او المشاكل السلبية اللي بتحصل لك لحاجات ايجابيه، تديفلوب قدرتك ان انت تتحكم في المشاعر دي. ومش بس كده، ان انت تeducate yourself من المشاعر دي. انا حصل لي مشكله، مش هقعد اعيط، انا هعرف انا ايه المفروض اتعلمه من المشكله دي. المشكله دي عايزه تحسن ايه من شخصيتي. this should be your mindset. بجد ان انا بقيت بتكلم زي الناس بتاعت اللي هو اسمهم ايه، هل ارشحه لكم ان انتوا تشتروه او لا؟ فطبعا روحوا اشتروه، الكتاب بجد كويس قوي. ومش عارفه انا لو يعني بريانا كانت بتدفع لي ان انا اقول للناس تشتريه مش هبقى اكسايتد كده، فانا برشحه. والايدج الكتاب ده ممكن يقرأه، انا شايفه ان الكتاب ده مناسب لكل الاعمار، بس اكتر للاشخاص اللي في العشرينات، لان احنا في فتره العشرينات طالعين من هوبا سكالوبا مدرسه وحياه اجتماعيه صغنطوطه، فجاه بننطلق في المجتمع، فجاه بنخلص جامعه الفيز اللي انا فيها وبنخش في سوق العمل بدماغنا كده. فبس احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم بليز قولوا لي في الكومنتس، وبما اننا على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب.